مش كل طاعة بتقربك من ربنا. في طاعة ممكن تكون سبب هلاكك، مش عشان الطاعة غلط، لكن عشان اللي دخل قلبك وانت بتعملها. ممكن تكون بتصلي وتصوم وتحفظ قرآن، وفي نفس الوقت ربنا يكون غضبان عليك. حاجتين تحذر منهم جدا. أول باب للهلاك العجب. يعني إيه عجب؟ العجب إنك تشوف نفسك أحسن، تستكثر عملك على ربنا، تحس إن طاعتك ميزة. ربنا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني ما تشهدش لنفسك، ما تقولش أنا كويس، أنا ملتزم، أنا غيرهم. العجب يخليك تشوف ذنب غيرك كبير وتشوف ذنبك صغير، تبرر لنفسك وتدين الناس. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. ابن مسعود رضي الله عنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. وابن القيم قال: العجب يمنع العبد من مطالعة المنة، منة الله عليه، ويشهد نفسه ويثني عليها. فالعجب آفة خفية لا يشعر بها إلا أصحاب القلوب المنورة. من الأسباب اللي أهلكت إبليس العجب والكبر. إبليس عبد ربنا سنين، عاش في السماء، يعرف ربنا، ومع ذلك العجب خلاه يقيس نفسه، يحاكم غيره، يعترض على أمر ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. السلف وعلماء الأمة وقفوا كتير عند الحديث ده، معتبرينه من أشد الأحاديث تحذيرا من التألي أو الحلف على الله. تاني طريق للهلاك احتقار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني تحقيرهم، تقليلهم، الاستعلاء عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال برضه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني مجرد إنك تحتقر حد ده شر كفاية يهلكك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. يعني الخوف علامة طاعة صحيحة. الطاعة الصح تزودك تواضع، تخليك تخاف، تخليك تحس بتقصيرك، تخليك تستر على الناس. لو بتفرح بالمدح زيادة، بتتضايق لو حد انتقدك، بتحس إنك مش زي الناس، دي مش علامات تميز، دي إنذارات. ما تغترش بطاعتك، وما تستصغرش ذنبك، وما تحتقرش حد. يمكن اللي شايفه بعيد يكون أقرب منك، ويمكن طاعتك تكون امتحان مش شهادة نجاة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.